نروح بقى لاخبار القلعه الحمراء وتحديدا مع فريق الاهلي اللي بيواصل تدريباته الجاده على ملعب مختار التتش بقياده السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وطبعا ده استعدادا لمواجهه جورماهيا الكيني اللي هتتلعب يوم الاحد اللي جاي الساعه 3 عصرا في نيروبي، طبعا ضمن مباريات الذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطوله دوري ابطال افريقيا. كمان الجهاز الفني قرر زياده كده تدريبات لفترتين من اجل زياده الحمل البدني، خصوصا ان الفتره الحاليه بتعتبر فتره استعداد للموسم الجديد وفرصه مهمه لتجهيز اللاعبين. كمان من خلال مران النهارده هيكون في تقسيمه كده قويه هتكون عباره عن تراي ماتش كده لتجهيز اللاعبين بالشكل الامثل قبل مباراه جورماهيا الكيني. لسه مكملين كلامنا مع اخبار النادي الاهلي، يمكن ملف المصابين واحد من اهم الملفات اللي طبعا بتشغل الجهاز الفني للاهلي قبل مباراه جورماهيا. يمكن مران امبارح شهد مشاركه امام عاشور في التدريبات الجماعيه بعد تعافيه من الاصابه اللي كان اتعرض ليها في معسكر المنتخب وتم استبعاده من قائمه المنتخب، لكن امام شارك امبارح في التدريبات الجماعيه للاهلي بشكل طبيعي علشان تتاكد جاهزيته لمباراه جورماهيا. كمان امبارح تعرض الوافد الجديد لصفوف الاهلي المدافع المغربي اشرف داري للاصابه اثناء فتره الاحماء مع المنتخب، طبعا عفوا مع منتخب بلاده قبل مباراه المغرب. وكمان اصابه اشرف داري كانت عباره عن التواء في الكاحل واللاعب بيحتاج لفتره راحه من 3 ايام ل 5 ايام، عشان كده في اتجاه داخل الجهاز الفني للاهلي باستبعاد داري من رحله كينيا وتجهيزه لمباراه العوده اللي هتكون يوم 21 سبتمبر الجاري. كمان عايزه اقول لكم هنا في اخبار اون تايم تواصلنا كده مع والد اشرف داري واكد ان اصابه اللاعب خفيفه وهيوصل القاهره صباح الغد اللي هو صباح يوم الاربعاء ان شاء الله. ولسه ما زال الحديث مستمر عن مباراه الاهلي وجورماهيا، حيث قرر مجلس اداره النادي تكليف طارق قنديل عضو المجلس طبعا برئاسه بعثه الاهلي القادمه طبعا اللي متجهه طبعا لكينيا، وحرص طارق قنديل على تواصل مع السفير المصري في كينيا للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصه باستقبال البعثه، وكذلك التنسيق الكامل مع كابتن سامي قمصان المدرب العام وطبعا القائم باعمال مدير الكره بخصوص كل الامور المتعلقه بسفر البعثه وفندق الاقامه وملعب التدريب وتوفير افضل الاجواء للجهاز الفني واللاعبين.